احنا كده بدأنا. ازيك يا حافظ؟ النهارده ازيك يا سيدي. النهارده معانا محمود حافظ، ودي حاجه ما بتحصلش كتير. يعني جبته بره القهوه الحمد لله اخيرا. وهو هيكلمنا النهارده عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده بصراحه من المواضيع اللي بتفرق مع اي حد، بالذات في سواء في شركه كبيره او شركه صغيره، ان هو يشوف هو رايح فين وجاي منين. وحتى في المستوى الشخصي هيبدأ يروح من نقطه الف لنقطه ب ازاي، لان هو مفيش طريق واحد، ولكن هو في جايد لاينز ما بتتغيرش تقريبا. محتاجين ناخد بالنا منها ونشتغل عليها. فممكن بقى محمود تعرف نفسك للناس اللي ما عرفكش، وكمان تقول لنا بقى هتكلمنا عن ايه النهارده، عشان النقطة دي يعني مهمة جدا. ماشي، انا اسمي محمود حافظ. انا شغال سولوشن اركتكت بقالي كام سنه كده. آه الباك جراوند بتاعتي بايوميديكال انجينيرنج. بس انا قديم شويه، دفعه 2007 يعني. بقالي في الشغلانه دي فتره من الزمن. بترد آه السوفت وير على البارد بالك قد ايه؟ آه والله نسيت، بطلت اعد يعني. انا من بعد ال 15 بطلت اعد. اوكي. بكتب 15 بلس وخلاص. اوكي. آه بس وحاليا بشتغل يعني delivery solution architect. يعني هي حاجة بين بريدج جاب بين السيلز والدليفري في الرول بتاعي يعني. ف بتعرض يعني للمواقف الكتيرة بتاعت مشاكل الدليفري مع مشاكل السيلز، فواخد السايكل كلها من الأول للآخر. فهو ده اللي أنا بعمله يعني حاليا. ده عظيم قوي. طيب موضوع النهارده بقى، الموضوع ده بصراحة كان ترشيح محمود. هو اللي قال لنا عليه، قال لي عليه، وبصراحة كان هو موضوع مهم جدا، لان كان في ناس كتير بتسألني انا شخصيا عليه، وبتسأله هو كتير عليه. فقلنا نجمعه في فيديو، بحيث يبقى زي، مش ريفرنس، يبقى زي مثلا ارشادي كده شويه الناس تتحرك عليه. فالموضوع ده اه. هو ازاي تبيلد بيرسونال ديفلوبمنت بلان، او خطه تطوير شخصيه. انا هسيب بقى محمود هو اللي مم. يتكلم، هو عنده باع طويل في الموضوع ده. الراجل كان انترفيور وبيعمل انترفيوهات، وهو اللي بينترفيو الناس، مش هو اللي بيعمل انترفيو. هو اللي بيرفض الناس. وكمان مش بصراحه قوي هو يعني. هو فادني انا شخصيا على المستوى الشخصي كتير جدا، وفاد ناس كتير. فانا هسيبه بقى، اديله المايك وانطلق. انا بس هبقى بمودريت الكلام والنقط بس، مش اكتر. انطلق يا استاذ حافظ. طيب. انا بيجي لي السؤال بتاع انا بشتغل في مكان، او انا لسه خريج جديد وبدور على شغل. آه، عايز ابتدي في رول معين، باك اند انجينير او ديف اوبس انجينير او فرونت اند او داتا انجينير، وات ايفر الرول. بس انا مش عارف ايه المطلوب. اصلا انا ببعت السي في ومحدش بيرد عليا، او بعمل انترفيوز وما بعديش. والفكرة كلها انه بيبقى في دايما فرق ما بين الاكسبكتيشن بتاعتك وانت شايف انت نفسك فين يعني. انا شايف نفسي في مكان خلاص، ومتخيل انه الشركات شايفاني في نفس الليفل خلاص. بس هو اللي حاصل انه الشركات مش دايما واحد. يعني الشركة دايما مش هي، ما بيقيسوش بنفس المسطرة يعني. الراجل الانتري ليفل في شركة ما يقدرش يبقى انتري ليفل في شركة تانية، لأنها ده بتبقى حقيقي. محتاجة اكسبيرينس أكتر. وممكن تبقى سينيور في مكان، بس أنت مش سينيور مثلا لو رحت شركة تانية، لأن فرق الماتيوريتي بين الشركتين كبير قوي. فدايما لازم يبقى انت عندك الحته بتاعت الرياليتي تشيك. انا فين بالنسبه لمين يعني؟ انا فين دي حاجه، بالنسبه لمين دي حاجه تانية تمام. خلاص. ده بيعرفك انت واقف فين، لان مهم جدا تبقى انت فاهم انت واقف فين، ايه نقطه البدايه بتاعتك. تمام. تاني حاجه، بعد ما بتحدد نقطه البدايه دي، بتبقى محتاج تعرف ايه الديستنيشن اللي انت رايحها. منطقي يعني. أنا في مكان عايز اروح مكان، فلازم احدد الديستنيشن قبل ما ابتدي اتحرك يعني. ده حقيقي. طيب. فانا اول سؤال بساله، ايه الحاجه اللي انت تحب تعملها؟ يعني انت لو انت النهارده ميد ليفل في مكان، وبتقول لي انا زهقان وعايز اغير، اعمل شيفت، او عايز اروح اشتغل في مكان جديد. تمام. فاول سؤال بساله لك، ايه هي نوعيه الشغلانه، او ايه هي الشركه اللي انت تحب تروح تشتغل فيها؟ فتقول لي مثلا شركه فلانيه، شركه فلانيه، شركه فلانيه، ثلاث اربع شركات، خمسه، او يعني عايز اسافر. فتشوف الخمس ست شركات دول في البلد اللي انت عايز تروحها، وتشوف هم بيدوروا على ايه يعني. تمام. بسيطه يعني. انا ديف اوبس انجينير، عايز اسافر ليتس سي امريكا.
فبروح اشوف ان الناس الديف اوبس انجينيرز اللي في نفس عدد سنين الخبره بتاعي، الشركات بتدور عليه. طيب ايه انا الحاجات اللي بتبقى مطلوبه؟ ممكن استوقفك هنا اه. واقول كومنت لطيف. ساعات كتير قوي مم. الجوب ديسكريبشن بيبقى يعني معموله انفليشن، او مكتوب بطريقه جينيريك، او هو تمبلت. اتحرك ازاي؟ يعني انا مثلا ببقى عارف ان انا اعرف 60% من الحاجات دي، بس في حاجه في 40% ما اعرفهاش. ده غير بقى حاجات النايس تو هاف والماست هاف والحاجات الحبشتكنات دي. وبعدين يقوم كاتب لك رزالك 8 9 حاجات، وفي الاخر بتخش تلاقي شغلانه هم واحده بس منهم، والباقي ده كله كان يعني عشان بس ان بقيه الشركات ما تاكلش وشنا. فازاي بنقدر نافيجيت حاجه زي كده؟ لان السؤال ده مثلا اتسال انا شخصيا كتير. بص، الموضوع بسيط. لو انا ليتس سي ناخد المثال بتاع الديف اوبس انجينير عشان والله حاضر في دماغي يعني. مهم. لو انا مثلا، ايه هي في حاجه اسمها ايه الفاندمنتالز او الفاندمنتال نولج، اللي هي الحاجات البيزكس اللي لازم مهم. هتحتاجها في اي شغل في اي مكان خلاص. هي الفاندمنتالز بتاعت السوفت وير انجينيرنج. لازم تبقى عارف نتوركينج، ستورج، لازم تبقى عارف اوبريتنج سيستم، ايزوليشن، كونتينرايزيشن، كل الكلام ده خلاص. فالبيزكس انا مغطيها، درستها تمام، تشيك، اوكي، حلو. جميل. الحاجه التانيه، انا راجل بتاع ديف اوبس عاده، هيبقى شغلي فيه اوتوميشن. طيب ايه الاوتوميشن تولز اللي موجوده في السوق؟ ايه اكتر حاجه مطلوبه؟ تمام. فابتدي افهم يعني ايه اوتوميشن. يعني لازم ابقى فاهم يعني ايه اوتوميشن وايه الهدف منه، مش باوتوميت مهم. عمال على بطال يعني. وفي نفس الوقت اشوف التول الاكتر المطلوبه اكتر حاجه. تمام. تمام. انا لما كنت بعمل الاكسرسايز ده لنفسي، كان مثلا تيرافورم كان هو الديفاكتو. الناس كلها بتتعلم تيرافورم ولا خلاص. زال والله حتى الان يعني لسه. ولا زال هو اه، ولا زال. بنسبه يعني، هو بنسبه هو تو ان اكستنت 90% اه. اصلا هو مم. يعني. حتى اللي بيروح يشتغل بتول بتاعت كلاود بروفايدر معين بيرجع تاني لتيرافورم. قصه كده بس يعني، ده حديث اخر. بس هنفترض ان هو تيرافورم خلاص، يبقى دي تول انا محتاج ايه تبقى في الارسنال بتاعتي، تبقى في الترسانه بتاعتي. اوكي. فانا محتاج تيرافورم. طيب انا بعرف تيرافورم كويس، بريت نفسي. دايما الريتنج مرتبط بحاجتين: انا عارف الفاندمنتال بتاعت التول، انا عارف التول دي بتشتغل ازاي انسايد اوت خلاص. دي المعرفه النظريه. والمعرفه العمليه، انا اشتغلت بيها في بروجكتس ولا لا، وحجم البروجكتس دي كان عامل ازاي. فلو انا اشتغلت بالتول، عارفها كويس، عملت بيها مشاريع، فانا بقول ان انا عندي اكسبيرينس في التول دي بعدد المشاريع اللي انا عملتها، مش بعدد السنين يعني. اوكي. فلو عملت ثلاث اربع مشاريع، خمس مشاريع بيها، اوكي جميل جدا، يبقى انا المفروض ان انا راجل عارف كويس تيرافورم. يبقى انا قدام تيرافورم بحط علامه بالاخضر كده ان انا ايه، تشيك، تمام. طيب افترضنا ان انا عملت بيها مشروع واحد كده، اللي هو بروجكت صغير على جنب مع ناس اصحابي، او حته كونتريبيوشن في اوبن سورس بروجكت، او مثلا عملت بيها تمبلت عشان كنت بتفرج على الكورس فعملتها مع نفسي كده، ايه حاجه كنت بلعب يعني براكتس. مهم. فدي انا بسميها اللي هي ايه يعني معرفه نظريه. يعني نظريا انا عارف التول، عارف بتشتغل ازاي، بس ما عنديش فيها اكسبيرينس، فلو قابلت مشاكل في الشغل هتبقى اول مره بشوفها. مم. فدي معرفه نظريه. المعرفه النظريه دي بحطها في النص، اللي هو ايه، لو انا جالي سؤال في انترفيو عليها هقول ان انا عارف نظريا بتشتغل ازاي، بس انا ما عنديش الاكسبيرينس اللي تباك اب الايه المعرفه النظري دي. فلما الاقي في الجوب ديسكريبشن حد بيقول انا عايز حد يعرف ترافو، مهم. خلاص، يبقى انا اعرف ترافو. لكن لو قال انا عايز حد اكسبرت في ترافو، في الانفراستراكشر از كود، وضرب اكزامبل بترافو، لو انا عندي عدد المشاريع اللي بتباك ده، يبقى انا انا بتشيك العلامه دي. لكن لو ما عنديش، يبقى انا مش الشخص المناسب للدور ده. طيب فحتى وانا بقرا الجوب ديسكريبشن لازم اعرف هو بيدور على ايه من الكيوردز اللي هو ايه حاططها. ده كلام تمام. جميل. انا بس عايز استوقف هنا نقطه، مش عايز اغطس اكتر من م- كده، لان عايز اسالك برضه هنقيم م- ازاي المشاريع اللي انا عملتها دي قويه ولا مش قويه، لان ده برضه سؤال بيتعمل كفول اب عليهم. طب انا عملت المشروع الفلاني، اعرف اذا كان كويس ولا لا؟ فكره انا اعرف اذا كان كويس ولا لا دي كلمه كبيره جدا، وملهاش تقريبا ماسكه من حته معينه. الكويس في حته مش كويس في حته تانيه. فانا بس مش عايز ننط في الحته دي دلوقتي، يعني عايز نرجع تاني عشان بس الناس ما تسرحش مننا. نكمل قرايه الجوب ديسكربشن، بعد كده نيجي لنقطه ازاي اعرف اذا كنت انا كويس في حاجه ولا لا، ازاي. ما هو انت كويس في حاجه دي ايوه، ما هتعرفها لما تدخل بالظبط. الانترفيوز وتترفض. سوري، مش تترفض، تترفض.
اسف، تترفض. تترفض. تمام. او تترفض يعني، هتيجي برضه اه يعني، ممكن تترفض. يعيدوك ويرفضوك برضه. مثلا وتترفض، فهتبقى عارف مثلا السؤال اللي اتسالته، يعني مثلا ما هو تاني، انت الشركات مختلفه بليفلز مختلفه، فممكن لو شركه بتعتبرك اكسبرت لو انت عارف حاجات بيزكس، وفي شركه بتعتبرك اكسبرت لما تكون عارف التول انسايد اوت، وبتكونتريبيوت في الكوميونتي بتاعها، وبتعمل ميرج ريكويست في الفيتشرز الجديده بتاعتها، وهكذا يعني. فهو تاني انت على حسب انت رايح فين. اوكي. ف فحته عارف فيرسز عارف وعندي اكسبيرينس، هتتوقف على المكان اللي انت رايحه، هو الموضوع نسبي جدا يعني. اوكي. تمام. فهو ودايما قصدك تقول ان حلها نعمل انترفيوز كتير، وفي الانترفيوز الكتير هتعرفك انت مكانك فين بالظبط. هتعرفك انت واقف فين. ما هو دي جزء من الرياليتي تشيك، ان انت تبقى عارف انت فين بالنسبه لمين، مش عارف انت فين عموما. ما هو انت عارف برضو انت. خلينا ناخد الانالوجي بتاع ان انت رايح مشوار. تمام. انا واقف جنب مبنى. خلاص، المبنى ده ليه 4 اتجاهات، فانت بتقول انا واقف على الناحيه الشمال من المبنى. ما هو الناحيه الشمال من انهي اتجاه؟ بالظبط. فهو انت مكانك نسبي للشيء برضو اللي انت واقف جنبه، يعني فاهم. ف آه، حته انا فين بالنسبه لمين. خلاص، اوكي. وانا بتارجت ايه؟ يعني انا لازم احط تارجت الاول واعرف انا فين بالنسبه له هو. لو التارجت اتغير، انا الليفل بتاعي لازم برضو اعرف اظبطه للمكان الجديد اللي بتارجته. يعني هي مش اوكي. دايما ثابته، يعني مش كل الشركات بتدور على نفس الحاجه، مش بتدور على نفس الشخص اللي عنده نفس عدد سنين الخبره. ببساطه وبرضه بسرعه، انا لو انا بعين تيم اس ار ايز وناس بتوع ديف اوبس مثلا يعني، خلاص، لو انا عندي حد شاطر في الاوتوميشن، او حد شاطر انفراستراكشر، حد شاطر نتوركينج، تمام، وانا عايز ازود التيم ده، خلاص، موست بروبلي مش هعين واحد شاطر انفراستراكشر، ما انا عندي واحد شاطر جوه. امم. تمام. هعين حد شاطر في حاجه بقيه التيم ممبرز عندي ضعفة فيها، ويكون هو ضعيف في الحاجات اللي هم اقوياء فيها، فيكملوا بعض. مفهوم. فاهم ازاي؟ دي نقطة فهي برضه بتمشي. مهمة. سوري اسف اقطع كلامك، بس دي نقطة برضه مهمة، لأن في ناس كتير بتبقى فاكرة إن الشركة عايزة واحد جامد في كل حاجة. الشركات عايزة واحد جامد في كله. لا ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. بالظبط اه. انت بالظبط، خلينا ناخد الانالوجي بتاعت الكوره. مم. انا بدور على مدافع، خلاص، عايز مدافع يلعب فين؟ يعني يلعب قلب دفاع ولا باك يمين ولا باك شمال؟ ما هو كلهم مدافعين. فاهم قصدي؟ فلو انا عندي باك يمين، هبقى عايز باك شمال. مهم. مش هجيب 2 باك يمين، يعني مش هجيب 2 عارفين انفراستراكشر وتيرافورم وبتوع اوتوميشن، بس مثلا مفيش ولا واحد فيهم بيعرف كونفيجريشن مانجمنت، مفيش ولا واحد يعرف يحل مشاكل بايب لاينز وايرور هاندلنج وريلايبيليتي، ومش فاهم يعني ايه مثلا ديفوبس، مش عارف يعني ايه اس ال ايه، مش عارف. فاهم. مم. فانا بشوف اللي ناقصني في التيم وبحاول اكمله من السوق. وباي ذا واي الشركه، انا كمانجر مثلا هحط نفس الجوب ديسكريبشن دايما. اوكي. ولذلك برضه من ضمن التكنيكس، لو انت بتدور على شغل او يعني عايز تغير الرول بتاعك، الرول اللي مفتوح، حاول توصل للناس اللي شغاله جوه يقولوا لك هم بيدوروا على ايه. اوكي. يعني انا بدور على شغل، فانا هروح ابص الرول ده آه طالبين فيه كذا كذا، فعلى الورق هو بيفت، انا بفت تمام. بس لو انا اعرف حد شغال جوه يعرف الهايرنج مانجر، اساله. لو اعرف اكلم الهايرنج مانجر نفسه واقعد معاه ونقول كلمتين كده مع بعض، واشوف دماغه فيها ايه وبيدور على ايه، تمام، هيبقى احسن لي، هوفر على نفسي واوفر عليه. طبعا ده مش دايما اكسسبل، يعني ده مش دايما متاح، بس انت لو عملت شويه سوشيال انجينيرنج كده، اللي هو ايه، عرفت حد شغال في الشركه كان معاك في الجامعه، او كان صاحب واحد صاحبك، فتميل عليه وتساله، فيقول لك اه ده بيدور على حد بس لازم يكون شاطر في كذا وفي كذا وفي كذا. طب لو انا شاطر فيهم، خلاص يبقى انا هقدم وانا عارف ان البروبابيلتي بتاعتي عاليه. اجين ان احنا مش بنحاول نوصل للاوبتيمم كيس بتاعت انا هقدم السي في 100% هيجي لي انترفيو 100% هعدي. مم. انت بتعلي البروبابيلتي بتاعتك انك تعدي. طيب السؤال اللي على النقطة دي، ايه او كام في المية من الجوب ديسكريبشن اقدم بعدها؟ بص، البيزك فاندمنت سوري، المينيمم ريكويرمنتس في الشركه دايما بتكتب مينيمم ريكويرمنت. انا لو مانجر هكتب في المينيمم ريكويرمنت الحاجات اللي بدور عليها. اوكي. لو مش موجود عندك ما تقدمش. كلها. خلاص. المينيمم ريكويرمنت لازم تبقى 100% عندك، وعندك اكسبيرينس فيها كمان. اوكي.
يعني لازم تبقى في الزون الجرين اللي هي ايه، انا عارفها كويس واشتغلت بيها. يعني مثلا هم طالبين 5 سنين خبره، ما ينفعش تروح وانت سنتين. هم طالبين 5 فتروح وانت لا 5. ولا لا، ولا ايه مثلا؟ لان ده هيوقعك من الفلتريشن الاولاني خالص، اللي هو بتاع الكيس. الريكروتر نفسها. يعني اه اوكي. الريكروتر نفسها تروح بتعد، فهتطلعك من الاول. او السيستم نفسه هيبص على السي في بتاعتك ويشوف الستارت والاند ديت، واوتوماتيكلي هيبعت لك ريجكشن. بس تمام. المينيمم ريكويرمنت في اي شغل انا بقدم عليه لازم ابقى عارفه 100%، ولازم يكون في الزون بتاعه الكومفورت بتاعتي، اللي هو انا عارفها كويس قوي وعندي بروجكت كتيره فيها، او يعني بروجكت قويه يعني. تمام. وبعرف اتكلم عنها كويس، بعرف اشرحها كويس. طيب انا هاخد معلش، انا هسال اسئله غبيه دايما يعني في طيب المحاضره اتفضل. دي كلها انا هبدا اسال اسئله غبيه زي ما انا عمال اسال كده. فدلوقتي انا واحد مثلا، يعني نديها بمثال حلو، انا واحد ديف اوبس عندي 3 سنين خبره وشاطر قوي، ولقيت شغلانه طالبه 5 سنين خبره، والحاجات اللي هم قايلينها كلها انا بفهم فيها كويس بنسبه 90%. يعني المينيمم ريكويرمنتس عباره عن 5 نقط، او انا بعرف 4 ونص، يعني النقطه الاخيره دي قريت عنها، مش شاطر فيها بس قريت عنها، يعني عندي فكره عامه الدنيا مم. ماشيه ازاي. وفي حاجات اكسترا اعرف، طالبين 5 نقط اكسترا انا عارف منهم 2 من الخمسه. وانا شايف ان انا ممكن افيد في التيم ده، انا شاطر وبذاكر بسرعه وشاطر، اقدم ولا ما اقدمش؟ ده سؤال قدم. فالid جدا وبيتسال. بص بص، قدم. يعني اوكي. يعني at the end of the day في شخص، يعني الموضوع personalized جدا يعني. مم. آم، قدم. وممكن انا وقت الانترفيو باسس، يعني انا وقت الانترفيو مثلا لو قعدت معاك وشايف ان هي جاب ينفع تتقفل في خلال شهر اتنين تلاته، ماشي، ما انا هسيبك تعدي. ما اوكي. هو ما فيش حد باي ذا واي، يعني ما فيش بيرفكت كانديد اه. يعني. اي شركه وهي بتعين هي عارفه كويس ان هي مش بتعين سوبر هيرو، هي بتعين شخص عنده نقط قوه ونقط ضعف. نقط القوه في الحتت اللي ناقصاني، اوكي. نقط الضعف في حاجات حد تاني يقدر يغطيها، وحاجات يقدر الشخص ده يتغلب عليها وعنده ايفيدنس، يعني عنده دليل ان هو اشتغل عليها، اشتغل على حاجات شبهها زمان وقدر يتغلب عليها وبقى قوي فيها. فخلاص انا هنا ما عنديش مشكله، انا هنا الريسك ان انا اعين الشخص ده بيقل او قليل. اوكي. لكن امتى الريسك بيعلى؟ لما يكون الشخص ما يعرفش يتعلم، خلاص، او يكون الشخص مش اوير هو واقف فين. فهمتك. يعني يجي لك حد يقول لك انا جامد جدا، انا قلب الاسد، انا ارميني في البحر وانا متكتف هطلع وفي بقي سمكه. فتكتشف في الاخر ان هو بعد سؤالين ثلاثه ان هو مش واقف، هو مش واقف على رجليه اصلا. فاهم قصدي؟ ده مثلا بيبقى كارثه، يعني ده شخص مش اوير، هو مش مدرك هو واقف فين. فده متعب جدا 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 في الشغل، ما اقدرش اخده، ريسك كبير. مم. فاهم قصدي؟ فالانترفيو بروسيس از ريسك اسسمنت. يعني لازم تركز في الانترفيو. يعني بص، هي علاقه انسانيه يعني، محادثه لمده ساعه بين شخصين زي انا وانت دلوقتي قاعدين بنتكلم. مم. انت بتحاول توصل للشخص اللي بيعينك انه الريسك انه يعينك يقل يقل. انت بتحاول تطمنه. تمام. وده ممكن يسري في الانترفيوز وفي العلاقات وفي الجواز وفي كل حاجه. تمام. اوكي. عشان الشباب اللي عايزين يتجوزوا يعني. هي تمام. بنفس الطريقه، انت محتاج تطمن الشخص اللي معاك، تمام. وانت محتاج تطمن مديرك انه لما هيعينك مش هيتعب. مم. فاهمني؟ هو يعني هتيجي تشيل عنه، مش هتيجي تزود مشاكله يعني. فالريسك اسسمنت ده ببساطه شديده انت بتحاول تقول له ان الريسك بتاعك اقل من غيرك. منطقي والموضوع جدا. نسبي برضه دايما يعني. منطقي جدا. طيب ده كلام جميل، خلينا نخش على النقطة اللي بعدها. وال ازاي دلوقتي انا واحد خلاص، يعني عرفت ان في جوب ديسكريبشن، وعرفت امتى اقدم وامتى اظبط الدنيا وفرضا ان السي في بتاعي كويس، وفرضا ان الدنيا تمام. انا دلوقتي بعد ما اشتغلت في الشركة، يعني أنا خلاص بقى واحد شغال، واحد زي حالاتي كده شغال في شركة بقى لي فترة وبتاع والدنيا تمام، عايز اعمل حاجتين. عايز اترقى، وكمان عايز النولج بتاعتي عموما تكبر ان جنرال، يعني السكيلز بتاعتي اون اوت اوف ورك تبقى كويسه، وان ورك تبقى كويسه عشان اترقى. خلينا نبدا بالان ورك، اترقى ازاي؟ طيب بص، خليني اعمل شير معاك لحاجه اكسرسايز كده يا لطيف ريت. نعمله بسرعه مع بعض. اوكي. طيب انا دلوقتي عامل اكسل شيت فاضيه اهي،
عايز املى 3 او 4 فيلد نملاهم سوا بسرعه. فانا ماشي. ليتس سي مثلا انه انا دخلت في شركه از ان انجينير، سوفت وير انجينير، ايا كان الليفل. مهم. خلاص. ففي مهاره ما. خلاص. فانت بتقول لي انا عايز اترقى. مثلا. لو انت شغال في شركه والشركه دي عندها بروموشن سايكل بروسيس، يعني بتبقى عاده كاتبه حاجه اسمها ليفلنج جايد. صح. الليفلنج جايد ده بيقول ايه؟ ان السكيل اللي اسمها اكس، خلاص، الشخص الفلاني احمد مثلا حاليا على مستوى واي، خلاص، المفروض يكون في مستوى زد. حلو كده. ماشي. جميل. طيب انا تاني، انت دايما بتبتدي دايما من النهايه. فانا مهم. دلوقتي لو انا في الليفل ده عايز اطلع للليفل ده، بروح اجيب كل السكيلز اللي المفروض تكون في الليفل النكست ليفل يعني. تمام. واروح احطها في كل، واروح احطها هنا، يعني املى بيها الجزء ده. تمام. خلاص. وبعدين اجي قدام بقى كل واحده. طيب انا مثلا عايز ابقى سينيور، فانا لازم يبقى عندي، سوري، فانا لازم يبقى عندي بقى presentation skill outstanding مثلا. فليتس سي انا الكرنت ليفل بتاعي دلوقتي اوكيش، يعني على قدي. مهم. بعمل برزنتيشن في حدود 3 4 بني ادمين لو قاعدين كده في التيم على الضيق طب ايه الديزايرد ليفل؟ الديزايرد ليفل ان انا لو راجل سينيور انا اعمل برزنتيشن على مستوى الشركه، يعني يبقى عندي 20 بلس واحد مثلا قاعدين بيسمعوني مهم. من مختلف المستويات، منهم ناس تكنيكال وناس مش تكنيكال. طيب يبقى انا عندي هنا جاب، يعني دي هعلم عليها مثلا ايه بالاحمر. صح. خلاص. طيب ايه بقى البلان بتاعتي ان انا اعمل ده؟ البلان، خلاص. فالبلان بتاعتي ان انا ما هقول مثلا، هقول انه الاول انا ايه مشاكلي او ايه النواقص اللي عندي في حته البرزنتيشن سكيلز. ايه اللي ناقصني؟ هل ما بعرفش اتكلم؟ هل بخاف؟ هل بتوتر؟ هل بحطها كلها بكتبها، واشوف ازاي اقدر اتغلب عليها واحده واحده بالترتيب. تمام. فاعمل بلان بيزد على المشاكل اللي انا ايه شفت لها، يعني شفتها في عندي. وفي نفس الوقت اخد فيدباك من مديري او من الناس اللي هم على النكست ليفل اوريدي. يا جماعه تمام. انا البرزنتيشن سكيلز بتاعتي اخبارها ايه؟ كويسه، وحشه، ناقصه، بتاع. فيدوك فيدباك، فتشتغل عليه. طول ما انت ماشي تمام بتكتب الجاب، بتكتب حلتها في التاريخ الفلاني، وتكتب الايفيدنس. يعني النهارده عملت برزنتيشن ل8 بدل 5، فتكتب في اليوم الفلاني عملت برزنتيشن ل8، وتبعت فيدباك فورم للناس اللي حضرت البرزنتيشن يدوك فيدباك. فتيجي انت بعد كده مثلا بعد ما تكرر السايكل دي لمده مثلا ليتس سي سنه ولا حاجه، تلاقي نفسك ان انت بدات ايه مستواك بيعلى في البرزنتيشن، بدات تبقى مرتاح اكتر، عندك كوليكشن اوف ايفيدنس. لما تيجي ساعه ما تيجي تكتب البروموشن دوكيمنت بتاعتك، فتقدر تقول ايه ده انا عملت يعني انا كان عندي جاب، بس انا عملت برزنتيشن واحد واثنين وثلاثه واربعه والفيدباك جت كذا، واخر برزنتيشن عملتها كانت 70 بلس بني ادم بقى وقعدوا تكيفوا جدا وقالوا احمد ده جامد جدا. فانت عارف ان انت هنا خلاص انت you achieved and exceeded your goal. فتعلم بقى عليها بالاخضر تقول الكرنت ستيتس مثلا هنا، خلاص، وتحط هنا الليست اوف ايفيدنسز. ماشي. على الله، بس ما ملهاش مسبلنج كالعاده يعني. ماشي. فتبقى معاك. طيب فرضنا طيب مثلا. معلش معلش قبل ما ننط اه قول. انا عايز اسال مم. سؤال بقى هنا بقى مهم جدا جدا. لو انا واحد مم. اول مره اعمل ده، انا مش هعرف اعمل، يعني اول حاجه مش هعرف اعمل اسسمنت كويس. تاني حاجه مش هعرف حلو. اعمل بلان كويسه. فمين هنا المفروض يساعدني؟ طيب اول حاجه المساعد ربنا. ده تاني كده حاجه كده يعني. تشوف حد. تاني حاجه تشوف حد اكبر منك بسنه او باتنين او سينيور في المكان وتقعد معاه. قول له مثلا، يعني خلينا مثال تاني غير البرزنتيشن سكيل. ليتس سي مثلا ان انا عندي ما اعرفش. طب انا هسالك سؤال بطريقه تانيه عشان ده سؤال سلبي، اه. هل اه. عادي اروح لناس اسالهم يساعدوني في الشغل؟ اه طبعا. تمام. طبعا. وهل انت عادي اروح لمديري اقول له ساعدني؟ اه طبعا هو مديرك اوكي. شغلته انه يساعدك.
اوكي، عشان في ناس بتبقى فاكره ان مديرك شغلته ان هو يعني يوبزرفك بس، لكن هو دوره ان هو يساعدك لا كمان. لا 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 اه. لا. ده بص، المدير شغلته حاجتين: البيزنس كونتينيوتي، يعني مينتين البيزنس كونتينيوتي عشان احنا بنشتغل عشان الفلوس. تمام. الشغلانه التانيه انه يجرو الناس اللي معاه، يعني يكبر الناس اللي معاه. تمام. مم. ليه؟ الناس اللي معاه دي هي اللي ضامنه البيزنس كونتينيوتي صح. ببساطه شديده. يعني هو شخصيا لو قعد عمل الشغل مش هيعمله، يعني مش هيقدر. اوكي. فمديرك هو اللي بيديك اول، يعني اول فيدباك انت بتاخدها الفيدباك اللي خدتها في الانترفيو. يعني انت ممكن تبتدي من الفيدباك بتاعت الانترفيو بتاعتك: ايه النواقص اللي كانت عندي يا جماعه اللي انتوا عملت لها سبوتنج وقت الانترفيو اوكي. عشان اشتغل عليها في اول كام شهر. فاهمني؟ يعني في ناس كلام بتقول جميل. لي انا هدخل الشركه اعمل ايه. انا بقول لك اول كام يوم كده اقعد اتبسط كده واعرف الدنيا بتمشي ازاي والسيستم بيفتح ازاي ومش عارف الكلام ده كله. بس في اول ميتنج مع مديرك اقعد معاه اقول له انا مبسوط ان انا جيت معاكم الى اخره. ممكن تقول لي ايه الحاجات اللي كانت ناقصه اللي انت شفتها عندي بحيث ان احنا نتكلم فيه، اوكي. او يعني ابتدي اشتغل عليها اول ما ادخل. تمام. فساعتها هو هيقول لك اه دي عندك الحته دي ناقصه وفلان شاطر فيه فروح اتعلمها منه. صح. فتروح تتعرف على فلان وتقعد معاه وتقول له والله بص انا عندي لو ايه اذاكر منين. يعني يقول لك مثلا انت ضعيف في الداتا ستراكشر فتروح للشخص الشاطر في الداتا ستراكشر فيقول لك والله ايه انا خدت الكورس الفلاني. فتحط الكورس الفلاني في البلان بتاعتك. تمام. تشيك. خدت الكورس تمام بقيت كويس. تمام. يقول لك مثلا عندك مشكله ما بتعرفش تكتب كويريز كويس. سيكوال كويريز بتاعتك تعبان. طب مين يا جماعه شاطر سيكوال؟ لا مفيش حد شاطر سيكوال خالص في الشركه. تمام. ادخل يا معلم على تشات جي بي تي ولا خش على اي حاجه من الحاجات اللي بتعمل عليها سيرش. مثلا بحب بربلكستي قوي. اقول له مثلا انا عايز اتعلم سيكوال. ايه التريننجز اللي ممكن ترشحها لي؟ الحاجات الفري الاول والحاجات البيد. وتمشي ايدك في الحاجات الفري لقيت الدنيا مشيت وتمام زي الفل خلاص كمل. لقيت ان انت محتاج فلوس اهي حلو قوي. اي شركه بتديك بادجت تعمل لك تريننج اديك عرفت البادجت هتصرفها فين. كويس أوي. فاهمني؟ هل بقى في كل انت حركه من دايما دول؟ محتاج، بس محتاج الرياليتي تشيك بتاعك. يعني انت محتاج الكرنت ليفل بتاعك ده هو اللي دايما تكيبه اب تو ديت عشان تعرف انت فين وانت عايز تروح فين. ده الديزاير. طيب، انا دول عندي سؤال تاني هيفضلوا بالمناسبه. دايما يتغيروا. عندي سؤال. قول لي. دي جيرني طويله، في النص تشيك بوينتس المفروض اعملها مع مديري. امتى اسس ان في تشيك بوينت معينه ابدا اتكلم معاه فيها، اقول له بص شوف في بروجرس من نقطه اكس لنقطه واي اهو، عشان اعرفك ان انا شغال ومكمل والدنيا تمام. مش ان انا برضو انا شخصيا كاحمد انا ضد مدرسه الغيبه الطويله، اللي هو انا هروح اقعد كده 6 شهور وارجع له جامد. لا يعني انا مش بحب المدرسه دي. ومش عارف انت رايك ايه في الموضوع ده، هو انا مش بحب ده دايما ان المطلوب في دايما. خالص. انا بحب دايما في دايما ايه ريجولار تشيك بوينتس كده، ان يبقى في عارف ان في بروجرس احمد زي ما هو بيشتغل زي ما هو بيطور نفسه برضو، فامتى وازاي؟ يعني بص مبدئيا انا لو يعني الشيت دي لو انا عاملها للبروموشن مهم. فيرست اوف اول يعني دي هتبقى شيرد مع مديري طول اصلا من الوقت الاول يعني. من تمام. الاول. اوكي. يعني لو دي بتتعمل عشان بروموشن مديري شايفها طول الوقت وشايف كل ايفيدنس انا بحطه فيها وكل تعديل بحطه فيها هو شايفه. اوكي. تمام. وفي ال 101 بقول له انا عملت كذا وعملت كذا. خلاص. انا اون تراك ولا مش اون تراك؟ يعني تساله هل انا كده ماشي في الاتجاه الصح ولا في حاجه تانية ممكن اعملها. طب هل هي الحاجات اللي انا حاططها دي هي فعلا البريوريتيز بتاعتي مظبوطه اللي هي تالاين مع البريوريتيز بتاعت التيم والبريوريتي بتاعته هو. ما دي برضه من ضمن الذكاء الاجتماعي انه لو انت عايز تترقى خلاص حاول تخلي جزء من البريوريتيز بتاعتك هي البريوريتيز بتاعت التيم. صح جدا. ليه؟ صح جدا. عشان تبقى بالنسبه لمديرك انت اللي بتحاول تشد التيم لقدام. فيبقى من مصلحته ان هو يرقيك. اوكي. دايما دايما لو انت عايز حد يعمل لك حاجه خلاص ما تروحش تقول له اعمل لي. خلاص. حاول توصلها له ان هو ايه انت من مصلحتك تعملها لي. فيبقى هنا بتخلق حاجه اسمها الكومون انترست. لان مهم. البني ادمين بيتحركوا لمصالحهم هم. فاهم قصدي؟ فلما تخلق الكومون انترست ساعتها يبقى المدير ده حابب ان هو يرقيك عايز يرقيك لان ده في مصلحته. فاهم قصدي؟ فهمت قصدك كويس جدا. طيب خلينا نموف اون للنقطه اللي بعدها، كمل بقى بعد ما بعمل ليست اوف ايفيدنس وبعد ما نحط الجاب بعد كده عرفت الناس
وناس ادتني ترشيحات معينه، وابتديت احط التشيك بوينتس مع مديري بطريقه اخرى. انا بقى عندي دلوقتي جروس شيت، او يعني زي بلان، احولها زي بقى البروموشن كيس او ما البروموشن هو بلان. انت البلان دي، انت النهارده دلوقتي البلان دي هيبقى فيها عباره عن اكشن ايتمز، بس يعني كل مهم. بلان فيها شويه اكشن ايتمز كده. بتقفل الاكشن ايتمز يبقى انت قفلت الكرايتيريا رقم واحد. جميل. فليت سي مثلا لو انت عندك 11 كرايتيريا او 15 كرايتيريا، مهم. فانت معاك ايفيدنس لل 15 كرايتيريا. تعال نقعد نكتب البروموشن دوكيمنت. اوكي، مع مديرك بقى بتقعد فاهمني؟ قاعده معاه الدوكيومنت ده بالظبط. هو ونماب هو بقى. مديرك لو خد الشيت دي هيحولها لبرومو دوك، لان هي اوكي. بتبقى تمبلت. فهو بيبص على الحاجات دي ويقول لك الراجل ده بيأكت على النكست ليفل ليه؟ لان هو عنده الايفيدنس الفلانيه، مثلا في البرزنتيشن عمل اخر واحده مش عارف ايه كذا كذا وكان حاضرها 70 واحد، فهو فعلا بيأكت على النكست ليفل. اوكي. تمام. along the way بقى، انت عمال بتكون فيدباك بروفايدرز اللي هم زمايلك اللي على النكست ليفل اصلا، اللي انت كنت بيعملوا لك منتورنج، وعمال رايح تسالهم وعامل معاهم ريليشن شيب رايح راجع. الناس دي along the way شايفين ان انت بتجرو. فساعتها لما تيجي تروح تساله وتقول له انا عايز فيدباك منك في البروموشن كيس بتاعتي، هيقول لك الراجل ده بيجي لي كل مره بيسال سؤال وبديله دايركشن وبيروح وبيرجع وبيبقى كويس فيه. فده دليل على على النمو. فهل انا بسبورت البروموشن كيس بتاعته؟ هسبورتها طبعا. لو الشخص جاي لي بالمواصفات دي وبيعمل معايا ده along the way، لا خلاص هسبورته طبعا. فاهم قصدي؟ تمام. ده جميل. فهي دي at the end اللي هتمشيك في سكه بروموشن او كارير جروث، او حتى عشان تجرو التكنيكال بروفايل بتاعك ايا كان. دايما اعرف انت واقف فين، عايز تروح فين، نواقصك ايه، هتشتغل عليها ازاي. طيب يعني خلينا نموف لحته تانية. ده كلام جميل، عشان برضو ما نطولش على الناس قوي. لو انا عايز اعمل نفس البلان دي بالظبط بس بيرسونالي، يعني حاجه في عجاله كده، يعني انا عندي شويه سكيل جاب معينه، شويه تكنولوجي سكيل جاب او حاجات معينه بره الشغل وعايز انميها لوحدي. يعني مثلا عايز انقل الشركه وواضح ان الماركت فيه سكيل جديده او اتنين جداد محتاجه انميهم. وبرضه عايز اتراك، يعني مش عايز ابقى ماشي كده لله وللوطن، يعني عايز ابقى عارف انا ماشي فين فعملت الاسسمنت، عرفت السكيلز وعرفت الكرنت ليفل وديزايرد ليفل وعملت البلان. الليست اوف ايفيدنس دي مثلا، لو انا بعمل حاجه لنفسي بقى عشان اقدر اقيس، هل هتبقى نفس التمبلت ولا هغيرها شويه؟ هتحرك ازاي؟ نفس هقيس ازاي؟ التمبلت. نفس اوكي. التمبلت. ببساطه شديده، انت بتعمل ده كسيلف ديفلوبمنت. فانا عايز اخلص، يعني let's say انا عايز اتعلم اي اي، مثلا. how large language model works مثلا. خلاص. فهاخد تريننج، هقعد اقرا شويه ارتكلز، هشوف تريننج، هشوف فيديوهات وات ايفر. الليست اوف ايفيدنس بقى اللي انا عايز اكتبها في الاخر ايه؟ ان انا دلوقتي بعرف اشرح يعني ايه how large language model works. لو قدرت اشرحها يبقى انا تاني وصلت للمرحله انا عارف التوبيك ده نظريا، اقدر اشرحه. اشتغلت بيه؟ لا. طيب هل انا بقى عايز يبقى عندي اكسبيرينس فيه عشان خاطر بعمل كارير شيفت مثلا في الاتجاه ده؟ يبقى انا محتاج اعمل بروجكت او اتنين. طيب لو انا ما عنديش بقى البروجكت او الاتنين دول، اعمل ايه؟ ده بيحل من الاثنين. يا اما اشوف انيشيتيف جوه الشركه او اشوف تيم شغال فيه جوه الشركه واروح اميل عليهم، يا جماعه انا عايز اسند معاكم في اي حاجه، خدوني معاكم كده ايه العب معاكم. خلاص. from my own time يعني. مهم. تمام. واقول لمديري دي حته انا عايز اجرو فيها، فلو تقدر تسيبني 4 5 ساعات في الاسبوع ولا يوم في الاسبوع اروح اشتغل مع الناس دي كده جدعانه. تمام. هتبقى لطيفه، هتبقى لطيفه يعني. او ان انا اروح اشوف اوبن سورس كوميونتي بقى شغالين على بروجكت واخش احشر نفسي فيهم في ماي اون تايم. تمام. فيبقى ايه؟ خدت اللي هو ايه، خدت شويه خبرات عمليه تسند النظري اللي انا عرفته. فلو انا بعمل كارير شيفت اروح اقول ايه؟ اه والله بص انا بشتغل كذا 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 واتعلمت الحته دي، قريت عنها وخدت فيها كورس وبتاع، عملت فيها بروجكت صغير كده وبتاع مش عارف ايه بس. عظيم مش جدا. اكتر من كده. يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله حافظ، يعني كلام جميل انا بجد. هو حلو فكره الشيت دي بصراحه. انا شخصيا ممكن ادوت حاجه زي كده عشان انا بشتغل في جوجل دوك مش في شيت، فالدنيا بتبقى مش منظمه اكتر. فده شيء كويس. طيب قبل ما نقفل عندي سؤال اخير بساله لكل الناس. انت عندك اي نصايح عامه الناس تبدا تادوبتها، بالذات لو حد عنده خبره قليله ولا حد عنده خبره كبيره وبيشتغل في الحتتين دول؟ نصيحه لحد خبرته قليله ونصيحه لحد خبرته كبيره، نصيحه عامه جدا. رتب اولوياتك. يعني هو الاولويات هي يعني لو انا لو حد جاي لي في، هو لسه شاب صغير قوي وجاي لي بيقول لي
اختار اول شغل ازاي، او المفروض ابقى بعمل ايه. انا دايما بقول له انت اولوياتك دلوقتي تلاقي اول شغلانه، تمسك بس الشغلانه. مم. آم، بفلوس مش شرط تكون احسن حاجه، از لونج از ان هي بتمنتين يعني حياه كويسه ليك. آم، بس اهم حاجه كولكت خبره، يعني تلم خبره على قد ما تقدر في اسرع وقت. اوكي. الاولويات دي بقى مش دايما بتكمل بنفس الوزن. فلو شخص بقى كبير شويه هتبقى النصيحه مختلفه. مم. بس اعرف دايما اولوياتك، وخلي دايما عندك الرياليتي تشيك بتاعك. انت اولوياتك ايه دلوقتي؟ اولوياتك فلوس، ولا اولوياتك انك تتعلم حاجه جديده، او انك تكارير شيفت، او وات ايفر؟ بس اكتب الكلام ده، عشان ده هيفرق معاك في الدايركشن اللي انت رايحه. تمام. فاهم؟ طيب احنا كان حصل لنا مشكله تقنيه فيعني حليناها، وبعد كده رجعنا تاني. فحافظ انت كنت بتقول نصيحه عامه للناس اللي هي ظبط الاولويات، يعني كل واحد ايوه. حط اولوياتك منطقيه، سواء انت كنت حتى خبرتك قليله او خبرتك كبيره، ظبط اولوياتك. طيب ايه تاني ممكن نقول نصيحه عامه للناس؟ اك- يعني خلي دايما الحاجات دي مكتوبه. يعني الطريق بتاع البروجريشن في الكارير عموما مرهق ومتعب. وانت مع ضغط الشغل والتعب وكده، الناس يعني كلنا بنفك وبنزهق. طب انا بعمل في نفسي ليه كده؟ اوكي. يعني ليه اخلص شغل واقعد بعد الشغل ساعتين ولا 3 ساعات اذاكر وبتاع؟ طب انا عليا من ده بايه يعني؟ ليه وجع القلب؟ فاكتب الكلام ده، واكتب انت بتعمله ليه. تمام؟ عشان لما تيجي في النص وتتعب تفتكر انت بتعمل الكلام ده ليه وعايز توصل لفين. تمام. أم، فالكلام ده كل ما يكون مكتوب، زي مثلا يعني اختار الفورمات اللي انت عايزها، اكسل شيت بقى، دوكيمنت، وات ايفر، بس خليها مكتوبه عشان تفكر نفسك انت ليه بتعمل الكلام ده. منطقي جدا. ده هيفرق معاك. و ومفيش حاجه يعني، ما في يعني زي ما بنقول اتس نوت written ان ستون. يعني انت مش بتحفرها في حجره، انت بتغيرها حسب المتطلباتك في الحياه النهارده. خليك اجاي كده واتحرك بسرعه وبالراحه يعني. انت النهارده شاب سنجل، ما وراكش حاجه، فعادي ممكن تبقى بايع نفسك وبايع يومك للشغل، وبعد الشغل تقعد تذاكر، ما عندكش حاجات كتير، وقت بيضيع. لكن انت راجل متجوز وعندك عيال، فانت بتخلص شغل وتقعد معاهم، ما عندكش نفس الفلكسبيليتي. فلما بتيجي حتى تدور على شغل، ساعات بيبقى لا انا عايز شغل يديني وقت اكتر مع عيلتي، اكتر من الوقت اللي هقضيه ان انا بشتغل وبسيرفس على الشغل. فاهم؟ اللي هو تظبيط اوكي. الشغل اللي بعد الشغل. اه بالظبط. فانا مش عايز ده. ف فاولوياتك دي هتتغير. تمام؟ ف أم، لو انت عارف كويس انت عايز ايه، ده هيريحك انت. تمام؟ وهيريح اي شخص هتيجي تشتغل معاه. يعني لما تجيلي وتقول انا عايز اعمل عايز اوصل لمكان ما، ومحتاج انك انت مثلا تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، او ايه الحاجات اللي ممكن افكر فيها. فلو انت عارف كويس انت عايز ايه، هيبقى اسهل عليا ان انا اقترح عليك، او مثلا اديك اوبشنز او. لكن لو انت مش عارف انت عايز ايه، انا مش هعرف لك. مفهوم طبعا. فاهم طبعا. قصدي؟ منطقي جدا. ف... ففكرة انت عارف عايز ايه دي، لازم تبقى عارفها وعارفها كويس وكاتبها كمان. اوكي. فاهم قصدي؟ لان في ناس بتبقى عايزة تبقى زي الناس. اه انا عايز ابقى ده زي ده غيري. اسئله كتير انا بتجيلي شخصيا، يعني لو انا عايز ابقى زي يعني الشخص الفلاني، طب هو عنده ظروف تانية غير ظروفك يعني. عنده حاجه غير حياتك. ف... فاحنا مش يعني انا ما اعرفش ابقى زي حد يعني، صح. مش هينفع. ممكن اشوف مثلا الشخص ده نجح في حاجه خلاص، او اتعلم سكيل معينه، فاروح اقول له مثلا هل مثلا انت كنت طول عمرك قوي فيها، ولا كنت ضعيف واشتغلت عليها؟ فممكن يقول لك انا كانت ميزه عندي. في ناس بتتولد كده، في ناس بتتولد مم. شاطره في حاجات، ده طبيعي. في حد يقول لك لا انا ما كنتش كده خالص اصلا، انا اشتغلت على نفسي لحد ما بقيت كويس. طب ما تشرح لي كده اشتغلت على نفسك ازاي، فاتعلم. فاهم قصدي؟ هتكتشف ان معظم الناس الشاطره الحاجات اللي بتبهرك منهم كانوا ما بيعرفوش يعملوها. ده فاهم حقيقي. قصدي؟ ف ده حقيقي. في مقوله دايما هيبقى بتقول لك، في مقوله دايما بتقول لك consistency beats talent. every ده single battle، يعني الكونسيستنت اللي بيقعد يطور نفسه بصفه خطوه صغيره كل شويه بيغلب الموهوب مهما كان، لو الموهوب ده ما بيطورش نفسه. لو انت موهوب وكونسيستنت يعني جود فور يو يعني. عظمه. هو كمان في حاجتين. في ال ال انت لو في بدايه الكارير بتاعك، انا هقول لك اشتغل على النواقص امم. بتاعتك.
طبيعي صح. عشان تزود فرصتك انك تدخل السوق. لكن لو انت عندك 15 سنة خبرة، مش هقول لك اشتغل على النواقص، هقول لك اشتغل على الحاجات اللي انت قوي فيها دبل داون على اللي وقوية انت قوي زيادة. فيه وبيعه اكتر واغلى. اه. اه فاهمني. ليه؟ لان انت بتبيع هنا ان انا الاكسبرت في التوبيك الفلاني، توك. فانا عايز افضل اكسبرت فيه، فانا لازم اكابيتالايز على الايه، اللي هو الحته اللي انا شاطر فيها قوي، استريس عليها وابقى قوي جدا فيها واكمل فيها، لان انا الاكسبرت في الحته دي. واي دونت كير اباوت يعني الزحمه او الحاجات التانيه. امم ليه؟ انا عايز لما تبقى في مشكله في الحته دي بينادولي، تعالى هو محمود هو اللي هيمشينا في السكه دي. خلاص. ف حتى طريقه رؤية يعني، او طريقة نظرتك للامور بتاعت، هو انا الحاجات اللي ضعيف عليها، الضعيف فيها لازم اشتغل عليها في الاول. بعدين ممكن تتجاهلها as long as ان انت عارفها، يعني هو ايه، عارف اللي هو عندي معرفة نظرية بيها، خلاص. وطز مش عايز اعمل فيها مشاريع، ولا عايز يبقى عندي ايفيدنس، ولا عندي بتاع، مش مهتم. فاهم قصدي؟ ما هي مش الخبره برضو هتفرق معايا. بتجيب، يعني الخبره بتخليك تسال السؤال الصح فبتعرف تتحرك صح، فبتجمع معاك في الاخر يعني. بالظبط. بس هو تاني انت ما، يعني فكرة انه دايما هتفضل تشتغل على الجابز اللي عندك دي، في مرحلة ما هتقف، صح. هتعطل. فانت محتاج تبص للامور بشكل مختلف. انت ما بقتش الشخص اللي لسه بيبتدي الكارير ومش فاهم المفروض يتحرك ازاي. انت بعد فترة هتعمل الكلام ده in a natural way يعني، خلاص. بس لما بتكبر قوي بتبقى ما ينفعش تستخدم، يعني اللي هو بص، هو ببساطة شديدة يعني مش عارف اقولها بالعربي، بس وات 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 اللي وصلك للمكان اللي انت فيه مش شرط هو اللي ياخدك للمكان اللي بعده. صح. فاهم؟ أم... لو انت بتعدي بحر محتاج سفينة، واخد بالك؟ بس لو هتمشي بعد كده في صحراء، مش هتمشي بنفس السفينة يعني. محتاج اه. حاجة تانية. صح. ف... فعلى حسب الحاجة اللي قدامك، وعلى حسب انت فين وقدراتك عاملة ازاي، هي دي اللي بتحدد بس انت النقلة الجاية المفروض تمشي ازاي. فاهم قصدي؟ طيب سؤال اخير نختم بيه، ويعني على يعني فولو اب على نفس التوبيك، وهو لو انا بقى حد خبرتي مثلا 8 سنين 9 سنين 7 في الحته دي، هقع في المعضله بتاعت ادبل داون على اللي عندي او كابيتالايز على اللي عندي، ولا العب على الناقص اللي عندي في الوضع ده؟ حسب انت عايز اه. تروح فين. يعني لو انت عايز تبقى اكسبرت في تكنولوجي ما، هقول لك كابيتالايز على السترينث بتاعتك في التكنولوجي دي مثلا. اوكي. اوكي. او لو انت بتكابيتالايز على بزنس سكيلز عندك، بزنس اكيومن مثلا، شاطر في السيلز، شاطر في الماركتنج، شاطر في مش عارف ايه، كابيتالايز على ده وكمل فيه. لو انت عايز تكمل في الاتجاه ده. اوكي. تمام. لو انت عايز تكمل في سكة الجنراليست، مش جنراليست قوي برضو، بس يعني لو انت عايز تكمل في نفس الكارير باس، ان انت تبقى individual contributor وتفضل دايما في الديفلوبمنت سايكل وكده، هتفضل مكمل بنفس الطريقه. هتشوف ايه الجديد في التكنولوجي وتتعلمه، وتشوف ايه المطلوب واللي اتطلب عليك في السوق، وهكذا هتفضل دايما ماشي في السايكل دي. تمام. اوكي. فحسب برضو تاني، انت دايما بتعمل الرياليتي تشيك وتشوف واقف فين وعايز تروح فين دايما. كلام جميل جدا. يعني بصراحه كلام عظيم، يعني انا بشكرك جدا يا محمود، بجد شكرا على الكلام ده وعلى النصايح دي، نصايح من ذهب بصراحه. ربنا يخليك، آه ربنا يمكن يخليك. انا بايظد شويه في حافظ عشان هو صاحبي وبنقعد مع بعض كتير، والراجل يعني بصراحه ساعدني كتير في حاجات كتير، فانا النصائح اللي بيقولها يعني انا جربتها شخصيا وبتنفع يعني، بتشتغل يعني. ف... فبصراحه بشكرك، وبشكرك من ان انت اديتنا وقتك وسجلنا ربنا الفيديو ده، يخليك اتمنى الناس كلها حبيبي. تستفيد. معلومه تانية على الهامش، محمود بيدي سيشنز منتورشيب، هحط اللينك بتاعها تحت، ممكن لو حد مهتم وعايز حاجه اكسترا يعني يحجز معاه. هايلي ريكومندد، يعني I cannot recommend it more بصراحه يعني. فبس كده، فشكرا جدا يا حافظ، الف ماشي شكر ليك، ويعني ايه، حبيبي. شكرا ليكم يا جماعه، باي باي. مع السلامة. باي سلام. باي.